عملت شغل مونتاج بأكتر من $300، ولكن خلصت الشغل اللي طلبه العميل وبعته له من هنا واستنيته يبعت لي القرشين، أخدت أحلى بلوك وما شفتش وشه من تاني. أنا بقى جايلك من المستقبل علشان أحط نهاية للمهزلة دي. بعد تفكير وبحث طويل لقيت وسيلة بسيطة وسهلة جدا تضمن حقكم انتم الاتنين، سواء الفريلانسر أو العميل، لغاية ما ربنا هداني لموقع عربي اسمه زادورك. خدمة سهلة وبسيطة بتلعب دور الوسيط ما بين العميل والفريلانسر. العميل بيدفع المستحقات للموقع، واول ما الفريلانسر يخلص الشغل المطلوب منه ويقدمه للموقع، ساعتها الموقع بيسلم الشغل للعميل ويسلم الفلوس للفريلانسر. يعني من الاخر سلم واستلم، مفيش نصب، مفيش احتيال ولا بكاء ولا عويل من تاني. كل اللي هتعمله هتدخل على موقع zadwork.com وهسيب لك الرابط في الكومنتات وفي البايو. بامكانك تسجل عن طريق جوجل او بالاسم والايميل ورقم الموبايل، وعلى طول حسابك كفريلانسر شغال تمام وجاهز للاستخدام. انا مثلا دلوقتي فريلانسر، بعرف اعمل مونتاج للفيديوهات القصيره، او بعرف اصمم مواقع، او ابرمج تطبيقات، فكل ده يعتبر خدمات بعرف اقدمها. علشان كده لازم اضيف المهارات دي من اختيار اضافه خدمه. بعدين هيفتح لك صفحه هتدخل فيها بيانات الخدمه دي، بيانات زي اسم الخدمه اللي بتقدمها وتصنيفها ومده التسليم والكلمات المفتاحيه، واكتب وصف دقيق للخدمه، وطبعا سعر الخدمه وصوره الغلاف والاعمال السابقه علشان تقوي بيها البورتفوليو بتاعك. هتلاقي قائمه جانبيه راها كويس علشان هتساعدك تملى البيانات دي بسهوله، وتضغط اضافه خدمه وتنتظر لغايه لما موقع زادورك يراجع بيانات الخدمه وهيبعته لك كل التفاصيل على الايميل اللي سجلت بيه على الموقع. كل الكلام ده كويس، لكن ازاي هتتعامل مع العميل؟ كل اللي عليك هتاخد رابط الخدمه اللي بتقدمها وتبعتها للعميل. العميل هيدفع سعر الخدمه لزادورك، وعند خانه الطلبات هيظهر لك كل المشاريع المطلوبه منك، ولما تخلص المشروع المطلوب منك بنجاح فزادورك هيسلمك فلوسك ويسلم المشروع للعميل. وخد بالك، زادورك مش مجرد وسيط، دول حلوا اكبر مشكلتين بيخنقوا اي فريلانسر في عالمنا العربي. اول مشكله، لو حاولت تكلم العميل واتساب او بره الموقع ممكن تاخد بان وتتقفل صفحتك، لكن في زادورك الموضوع مختلف. عندهم مرونه تامه انك تتواصل مع العميل خارج المنصه علشان تنجزوا الاتفاق والتفاصيل اسرع ومن غير اي قيود. تاني مشكله ودي الاهم، فلوسي هتوصل لي ازاي؟ انا عايزك تنسى بقى لفه البنوك الإلكترونية المعقدة، لأن الموقع بيوفر لك وسائل سحب محلية تناسبك أنت شخصيا. يعني لو أنت يا صديقي في مصر تقدر تسحب أرباحك فودافون كاش، يعني بتشتغل شغل عالمي وبتقبض بالعملة المحلية. وكمان ما تنساش توثق حسابك على المنصة من الاختيار اللي فوق على الشمال. خطوات التوثيق بسيطة لكنها مهمة. مع زادورك شغلك في أمان وفلوسك في المضمون.